تسونامي اسكندرية. سمعنا الفترة دي عن أخبار تسونامي هيحصل في اسكندرية. في الفيديو ده هنعرف ازاي تسونامي بيحصل، وهل اسكندرية حصل فيها تسونامي قبل كده، وازاي نعرف علامات حدوث تسونامي، وايه هو وقت حدوثه، وايه هي الإجراءات اللي ممكن ناخدها علشان نحافظ على سلامتنا. من بعد الزلزال اللي حصل في جزيرة كريت لاحظنا في اسكندرية حركة أمواج غريبة وارتفاع في حركة الأمواج. النهاردة يوم 28/7/2024. أنا هنا موجودة على بحر اسكندرية. زي ما احنا شايفين قدامنا الأمواج عالية، بالرغم من ان احنا في الصيف لكن بنلاقي حركة الأمواج باينة جدا ان تم ارتفاع في موج البحر، خصوصا الأيام دي، خصوصا بعد الزلزال اللي حصل في جزيرة كريت، وده تأثير الزلزال على شواطئ اسكندرية. وكمان تم تحذير المصيفين ان هم ما ينزلوش الشواطئ، خاصة في منطقة العجمي غرب اسكندرية وفي مطروح، وكمان تم اغلاق كل الشواطئ في بورسعيد. في الحقيقة ان احنا مرتبطين بجزيرة كريت من الناحية التاريخية في زلازل حصلت قبل كده. تعالوا نرجع بالزمن ورا لسنة 365 ميلادية. في السنة دي حصل زلزال في جزيرة كريت وأثر على مصر، أثر على الميناء الشرقي هنا في اسكندرية، وحصل هبوط حوالي 5 متر تحت مستوى المية. عشان كده اللي بيجوا يعملوا دايفنج في الميناء الشرقي بيقدروا يشوفوا الرصيف اللي عملوه البطالمة تحت المية على عمق 5 متر. لازم ينزل 5 متر تحت المية علشان يشوف الرصيف اللي كان موجود وقتها، وفي خرايط كتيرة بتثبت الكلام ده. وحصل بعدها تسونامي. الزلزال التاني حصل برضو في جزيرة كريت سنة 1303. وهنا بعد ما حصل الزلزال ده حصل في اسكندرية تسونامي، وكان الزلزال ده بمقياس 8.6 ريختر، ودي نسبة كبيرة جدا. وكانت نتيجته في اسكندرية ان هو دمر فنار او منارة اسكندرية. واصبح بعدها مدينة اسكندرية تحت المية، ودي ما كانتش اول مرة تغرق. وكان في قبل كده مدينة هيراكليون، المدينة الغارقة، برضو كانت تحت المية لكن على الجزء الشرقي من المدينة، ودي غرقت في القرن الخامس قبل الميلاد. وعشان كده اسكندرية بتتميز بأكبر متحف مفتوح تحت المية. ومؤخرا لقوا معبد لأفروديت في شرق المدينة في منطقة هيراكليون أو أبو قير. تقدروا تشوفوا الفيديو ده، هتلاقوه دلوقتي ظهر لكم فوق. خلونا نعرف دلوقتي ايه هي الأسباب اللي بتخلي التسونامي يحصل. عندنا كذا سبب. أول حاجة لو حصل زلزال، ده بيخلي انه في حركة في قاع البحر أو المحيط. قاع البحر أو المحيط ساعتها بيتقسم لجزئين، وفي جزء بيطلع لفوق وجزء تاني بيطلع لتحت، وبالتالي حركة الموج مش بتكون منتظمة وبترتفع بشكل كبير. تاني حاجة ممكن يخلي التسونامي تحصل لو حصل أي بركان، وكان البركان ده جنب البحر أو المحيط. ومعروفة إيطاليا إن هي فيها أكبر نسبة ثوران للبراكين، وإيطاليا بسبب إن هي قريبة مننا فده بيأثر على طول على الساحل الشمالي كله واسكندرية وكمان ليبيا. وكمان ممكن يحصل لو حصل أي وقوع من النيازك اللي بتكون موجودة في السماء لو وقعت في البحر. مشكلة اسكندرية مش بس إنه ممكن يحصل فيها تسونامي، لكن احنا عندنا مشكلة بتأثر في اسكندرية، هي مشكلة عالمية. المشكلة العالمية دي ان احنا عندنا القطب الشمالي بيسيح وكمان القطب الجنوبي، وكل سنة بترتفع امواج البحر على مستوى العالم 1 سنتي، بيزيد كل سنة 1 سنتي على مستوى البحار والمحيطات على مستوى العالم. كمان في فيديو هنا في القناة هتقدروا تلاقوه معمول عن انقاذ قلعة قايتباي من الغرق، وده مهم جدا ان احنا نشوف قد ايه ارتفاع الامواج فعلا بيزيد كل سنة. المشكلة ان احنا عندنا كمان في مصر ان الدلتا مستواها بينخفض، يعني زي ما البحر بيترفع كل سنة 1 سنتي، عندنا كمان مستوى الدلتا لانه سهل فبينزل كل سنة حوالي 1 سنتي، وكده بقى منسوب المية أعلى من مستوى منسوب الأرض أو السهل.
اكتر مناطق بتكون متعرضة للغرق دي المناطق اللي احنا بنشوفها في وقت الامطار، لما بيحصل في اسكندرية اي نوة. الاماكن اللي هي بتغرق زي مثلا الحتت اللي موجودة عند الانفاق او الكباري زي كوبري الكليوباترا او كوبري المندرة، الاماكن دي بتغرق بسهولة، والاماكن دي هي اللي بتتجمع فيها المية. وقت النوة يفضل الابتعاد عن الاماكن دي اللي بتتركز فيها مية الامطار. باختصار شديد بنقول ان التسونامي بيحصل في الاغلب لما بيحصل زلزال قوي، خاصة في جزيرة كريت. بيحصل في قاع البحر انقسام، وبعدها بيجي موجات عالية وانحسار في مية الشاطئ زي ما احنا شايفين قدامنا. المية بترجع لورا بحيث ان احنا نكون شايفين رملة مكان ما الناس كانت بتعوم. بعدها بيجي الموجات العالية. قوة التسونامي بتتحدد حسب قوة انحسار المية، يعني كل ما بيكون انحسار المية اكتر كل ما الموجة بتيجي شديدة. ولو المية انحسرت 3 او 4 متر لورا فكده معناه ان الموجة هتيجي بسيطة. مفيش وقت معين لحصول التسونامي، يعني ممكن يحصل بعد الاسباب اللي احنا قلناها دي، لكن ممكن يحصل بالنهار او بالليل، ما هو ملهوش وقت. ممكن يحصل في الصيف او ممكن يحصل في الشتاء. تسونامي ملهوش علاقة خالص بالتوقيت، ممكن يحصل في اي وقت حتى في الفجر، زي ما حصل في بلاد كتيرة قبل كده. حصل عندهم الساعة 4 او 5 الفجر. بما ان احنا عرفنا خلاص ان اسكندرية وارد جدا ان هو يحصل فيها، لكن طبعا احنا بنتمنى ان ما يحصلش فيها اي كارثة. لكن اسكندرية اصبح مؤخرا فيها نحر جامد للشواطئ، وكمان ارتفاع في الامواج مع زيادة البراكين وزيادة الزلازل اللي بتحصل على مستوى العالم. فاحنا لازم ناخد احتياطاتنا. ازاي نعرف ان التسونامي ده ممكن يحصل عندنا؟ لما نيجي نسمع عن اي هزة ارضية حصلت خاصة في جزيرة كريت، وده بناء على الحاجات التاريخية اللي انا قلتها لكم في الفيديو. لو حصل كمان اي انحسار للمية لقيناها بترجع لورا وابتدت تظهر رملة اكتر، او حصل ارتفاع في الامواج، هنعمل ايه وقتها؟ في الحقيقة ان احنا هيكون قدامنا حوالي من 20 ل30 دقيقة فقط هنبعد فيها تماما عن الشاطئ، وهنحاول على قد ما نقدر ان احنا هنبعد عن كل المباني القديمة المتهالكة، لان دي هتكون اول مباني هتتأثر بالتسونامي. وهنبعد عن الاماكن اللي كانت بتتركز فيها مية الامطار اثناء الشتاء. لو تفتكروا اي اماكن جنبيكم زي مثلا كوبري كليوباترا او كوبري المندرة، او الاماكن اللي انتوا عارفينها حواليكم اللي بتتركز فيها مية الامطار. الفيديو ده علشان التوعية فقط. في اسكندرية مؤخرا حصل نحر كبير على الشواطئ وتآكل كبير للشواطئ، واي حد بيتمشى على الكورنيش هيقدر يلاحظ الموضوع ده بكل سهولة. بنقدر ان احنا بس نفهم موضوع التسونامي ونعرف ازاي بيحصل وايه هي الاجراءات اللي ممكن ان احنا ناخدها لسلامتنا. وخاصة ان مؤخرا ان الدراسات والابحاث بتقول ان التسونامي بيحصل مرة من 800 ل 1000 سنة. نتمنى ان هو ما يحصلش ابدا، ولو حصل في اسوأ الحالات تكون نسبته بسيطة جدا جدا من غير ما يضر اي حاجة. في نهاية الفيديو اتمنى يكون عجبكم، شجعوني واضغطوا لايك واعملوا شير للفيديو وشاركوني بارائكم تحت الفيديو، وانتظروا حلقات تانية كتيرة في قناة ايجي تورينا. شكرا لمتابعتكم.